عار على أهل الحفائض إن رأوا روغ الثعالب يزدرين الضيغم. ومن يبغي في شمس النهار غميصة فذلك مغموص وما هو غامص. إنه شواظ ثائر وسهم عائر وعقاب كاسر على من يسخر بالشعائر والنبي الطاهر. من كل ثاغية راغية ناهقة عاوية ضابحة نابحة من قاءت الأفواه منه بالبذي وكأنه بدم الحجامة يغتذي. تريد خفض الطهر يا ابن الخنا اخسأ ألا أيها الجحش اللجيم وأرغم أنفك يا أخطل ودق خياشيمك الجندل. إنك في الطعن على الأمين لواهن الظهر سخين العين معترض للحين بعد الحين. يا ضبع الخلوة خنزير الملا وفي الملا طعامه ما في الخلا. ماذا عسى يكون عض نملة وما يكون أيضا قرص قملة ووزن بقة بأعلى النخلة. يا ابن الدهاليز وأبناء السكك ويا ابن عجل لا يجي زوجي يرك وابن البغايا والفراش المشترك. كذبوا لعمر الله فيما يدعون وقد فازوا بكل خنا وعار. فهم العدو المستبد المجرم وجموعهم سبئية تتعلقم يتذبذبون عمالة ونذالة فلكم حموا ظهر العدو وأبرموا. الدين زور والمحارم متعة والقوم غدر والمعمم أرقم. أولئك هم والله دون البهائم صغار النهى لكن كبار العمائم. يغطون مينا بالعمائم لؤمهم وكيف يغطي اللؤم لي العمائم. قاتلهم الله. يد الدخيل إذا امتدت إلى حرم فليس يطهر إلا يوم تنكسر. إنه عاصف وحاصف وعذاب واصف وشهاب ثاقب على من يسخر ويطعن في القرآن وأمهات المؤمنين والنبي العاقب. من سفلة أو خاش وطياش قلاش غشاش حشاش حرفوش منفوش مسلاق مذلاق دنس غلس تعس نكس. كاد النجوم بثلب فضل ضيائها فخبت مكائده وهن دراري. قل ما بدا لك يا ابن عجل فالصدى بمهذب العقيان لا يتعلق. ودع عنك الكرام فلست منهم تأخر يا ابن ملقية الإزار. قطع الله لسانك واخسى وتبا وتعسى. يا كلب ما لك في حمى أسد معروفة فاحترق. يا كلب بالنار مقنعا بقناع الخزي والعار. لست من أهل الباس وستبقى منكس الراس. فنحن أناس عودنا عود نبعة صليب وفينا عزة لا تزور ولولا أن يقال هج النبي ولم نسمع لقائلهم جوابا. رغبنا عن هجائك يا كليب وكيف يشاتم الناس الكلابا. يا دخان النفط وصنان الإبط وجشاء المخمور ووتد الدور. يا عديم الوقار لأرينك النجوم بالنهار وأسلطن عليك وعلى كل روم راجمات نجوم. ولأرمينك بكل قافية دهيا ألا تبقي ولا تذر. ولأقذفنك بقعر بير شاطن متنازح الأرجاء والأشطان. ولأقدعنك وأجدعنك بأحرف مسمومة من يابس المران. سهاما حدادا لو لثهلان فوقت لهدت بها منه الذرى والمناكب. ليس لي فهم البهائم من سبيل والحمير لا تعرف طعم الزنجبيل. ومن أين للمزكوم أن يعرف الشذا هل ضر أن عابسها شمس الضحى. هيهات كم بين الثريا والثرى فلتخسأن يا شر من تحت السماء. شلت يداك وعم عينيك العمى وجزيت تبا عاجلا ما دام يتلو قارئ في مصحف تبت يدا. إنه رسول الله وخير خلق الله بل خليل الله زكاه وطهر أدبه وأحسن أدبه. مادحه الله فمن يعيبه وناقل مديحه وراوية كلامه جبريل فمن ذا يدانيه. وسامه وإنك لعلى خلق عظيم فمن ذا يباريه. فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي ما أصلها أين توجد لقالت جميعا لا أبا لك إنه بلا مرية ما ذاك إلا محمد. فوالله ما دب على الأرض مثله ولا مثله حتى القيامة يوجد. ولا غرو أن كان بعض الورى فإن اليلنجوج بعض الحطب. نفسي وما ملكت يدي والوالدان له فداء. صلى عليه وسلم ذو العرش ما صبح بدا. إلى كل زنيم ليس يعرف من أبوه نقول اخسأ رقيع. وكلكم من جيفة الكلب أقذر وكلكم منها أذل وأحقر. لأن الذي جئت ضلال مزور. أيها الزنيم فما أنت وما معك جعلتم فداء أجمعين لنعله. فإنا نعرف قدر نبينا ونحن له فدا ومعه على الهدى. إلا رسول الله كلمات عبر عنها أول ويقولها آخرنا. مات عليها سلفنا ويلقى عليها الله خلفنا بإذن ربنا. رسول الله فهو الذي لولاه ما ملئت بيوت الله علما. رسول الله شهد الأنام بأنه ما مثله عرما وعجما. من ذا يساوي علمه بالبحر إن أمسى خضما. يا الله اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تنتقم ممن سخر من
نبينا ومن أقره على سخريته. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رسالة لكل زمان. كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب، وهو مرتد إن كان مسلما وناقض للعهد إن كان ذميا. قاتلهم الله. لقد جرت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الساب، وسنة الله أن يهلك من سبه ولا يؤخر. حب صادق. وعن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال: من سب الله أو أحدا من الأنبياء فاقتلوه. انصروا رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. شواهد النفس. لما وقعت عصماء بنت مروان في رسول الله صلى الله عليه وسلم روي أنه قال: من لي بها؟ قال عمير بن عدي من قومها: أنا لك بها يا رسول الله. فنهض إليها فوضع سيفه في صدرها حتى أنفذه من ظهرها. متى تغضب لرسول الله؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا افترست شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا سخرت أراذلنا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. يا ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لله للإسلام للقرآن للحرمات لم تغضب، إذا للرسل لم تغضب فأخبرني متى تغضب. إلا تنصروه فقد نصره الله. يا أمة محمد. قاطعوا برهانا على أن حب الله ورسوله أعلى من حب المال والأهل والنفس والتجارة والشهوات والناس أجمعين، ونكاية فيهم فهم عبدة درهم ودينار. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مع مرارة وقسوة وشدة ما حدث على قلوبنا إننا نقول بقول الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذه أمة الإسلام ضجت، وظهر الحب الصادق فيما نحسب حتى لكأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، وظهر اليقين بوجوب السعي الحثيث لاستقلال الأمة اقتصاديا، ومن لم يسعى لذلك فهو عدو لها ولو كان من أبنائها. أمة الإسلام. لا يرد العدوان إلا إيمان صادق وعمل فعال وتحرك أقوى باستمرار بلا تواني. والله لو بذلنا كل غال ونفيس لندرك الخير الذي جاء من هذه المحنة لكان قليلا، ولكنه بحمد الله خير جاء من حيث لم نبذل ولم نحتسب. لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم.